السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. خلاص العيد على الابواب. حبيت اشارككم معايا التنظيفات اللي ابتديت بيها لتنظيفات العيد. ابتديت في شركة حلوة اسمها شركة الرواد. لو حابين احط لكم اللينك بتاعها في التعليقات. بصراحة خلوا الانتريه، ما كنتش متصورة هيطلع منه كل ده، لكن نظفوه ناس محترمين جدا صراحة في التعامل وفي النظافة. تخلوا الانتريهات طلعت جديدة بجد، رجعت جديدة. طبعا جبتهم زي ما احنا شايفين، ابتدوا يغسلوه ويعقموه بينشفوه في نفس الوقت. رجع الانتريه زي ما يكون جديد، بعد ما فقدت الامل فيه ان انا حسيته فعلا باظ والقماشة باظت، وفكرت ان انا برضو انجده من جديد رغم انه هو ما كملش، لكن الصراحة رجع جديد. لو حابين ان انا احط لكم اللينك بتاعهم، هنا في سوهاج، اللي من اهالي سوهاج وليهم فرع برضو في القاهرة، لو تواصلتوا معاهم هيقولوا لكم على الفرع اللي هو في القاهرة، وبرضو هنا في سوهاج. غسلوه زي ما احنا شايفين، والاحفاد دخلت في النص معاهم زيتين في الماء. شوف كل ده طلع من الانتريه، بجد ما كنتش متصوره هيطلع منه كل ده. رجع الانتريه زي ما كنت لسه شارياه. رتبته بالطريقة دي وحطيته لغاية ما نفرشه ان شاء الله في ليلة العيد. طبعا هغطيه كله ده عشان لغاية ما نفرش. ولميت الستاير كلها، الستاير بتاعت الصالة، بحيث ان احنا نغسل ستايرنا ثم بالطريقة دي كله. والمفارش، وكنت برضو رتبت اوضه النوم، غسلت الكفر بتاع المرتبه وفرشتها، خلصت والادراج والدولاب. يلا لو كسلانه يلا قومي، خلاص الوقت ازف معانا. وغسلت المفارش بحيث ان احنا نفرش كله مع بعض، بس خلصي جزء جزء. انا عملت لكم يعني الاجزاء مع بعض. وبرضو المفارش بتاعت السفرة الانتيكات كله حطيت كله. طلعي على طول المفارش بتاعتك واغسليها، بحيث ان احنا كمان هتطبقيها بعد ما تنشف ونحطها لغاية ما نعمل كله مع بعضه. سكت الستاير بالطريقة دي طريقة حلوة للحلقات، ان انتي تلفيها كده وتحطيها في كيس مخدة، بحيث تحافظي على الحلقات بتاعت الستاير في الغسالة عشان ما تتكسرش. ان مجموعة كبيرة مني اتكسرت، بس الطريقة دي ريحتني وبتحافظ على الحلقات بتاعت الستاير. ربطتها بالطريقة كده وهحطها على طول في الغسالة، واللي يتغسل على طول انشريه. بعد كده على طول هو بيطلع ما بيكملش 10 دقايق تلاقيهم نشف على الهواء. كمان تبعت البيتي فور والسابليه وكملت. لو انتوا حابين برضو احط لكم طريقتكم، عملنا الكحك قبل كده وكملنا السابليه. لو حابين احط لكم الطريقه احطها لكم، اللي محتاجها على طول يتواصل معايا واحط له الطريقه والمقادير. طلعت كده وعملت السابليه وعملنا تجهيزات كتيرة. عطيتك افكار حلوة، يا رب تجربيها وتعجبك، وان جربتيها وعجبتك تنسيش في اللايك والشير. وكل سنة وانتم طيبين.